معاكم أميرة أبو زيد، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. انسي أي طريقة للبسبوسة وتعالي بينا نعمل البسبوسة بطريقة الشيفات المحترفة، بطريقة المحلات. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. هنعمل أول حاجة هنا السيرب. معايا هنا نص كوباية من المية المغلية، وحطيت عليها كوباية من السكر. بجيب هنا فرشة وبامسح الفرشة دي فيها مَيّة، بامسح كده أطراف الحلة كلّها بالمَيّة علشان ما تعمليش أي حبيبات خالص من السكر أثناء غليان السيرب. تمام كده. بعد ما خلّصت كده مسح الحلة من أطرافها كده بالمَيّة، باجيب هنا المنكهات بتاعي شريحة من البرتقان، معايا عود قرفة، وحبّاية من القرنفل، وحبّاية من الحبّهان، وهاسيبهم لحد ما يغلوا معايا، وبعدين هاطفي النار. كده عملنا السيرب بتاعنا. هنبدأ نعمل مكونات البسبوسة. معايا هنا آآ السمنة بدرجة حرارة المطبخ عبارة عن 190 جرام من السمنة بدرجة حرارة المطبخ، هانزل عليهم ب310 جرام من السكر يكون حبيباته صغيرة وأبيض زي ما أنتم شايفين كده، وهاضرب كويس جدًا لحد القوام بتاعي ما يبقى كريمي والسكر يبدأ كده يدوب معايا. تمام كده. بعد كده هاكون جايبة 200 جرام من الحليب أو اللبن السخن، وهانزل عليهم بمعلقة كبيرة أو 30 جرام من العسل الكلوكوز. أنا ضربت السمنة كويس جدًا مع السكر. بعد كده باجيب اللبن السخن بتاعي اللي هو 200 جرام، هانزل عليهم بمعلقة كبيرة من عسل الكلوكوز أو 30 جرام يعني. بعد ما قلبت العسل في اللبن، بانزل كده على المكونات اللي هي السكر والسمنة. تمام. معايا هنا 30 جرام من جوز الهند، وده اختياري بس هو بيدي طعم حلو جدًا، وكمان بيعمل تهوية كده في البسبوسة ما بتكونش مكتومة، أو بتدّي لي ترميلة كده حلوة للبسبوسة. قلّبت كل المكونات زي ما أنتم شايفين كويس جدًا، يعني أنا هنا ما حطيتش دقيق السميد، باقلّب كويس جدًا. أول ما أحط دقيق السميد بتاعي باقلّب بالراحة خالص، ومش عايزة آخد وقت طويل في التقليب. أنا يا دوب بس المكونات تتجانس مع بعضها علشان ما اشغّلش الجلوتين الموجود في السميد. طبعًا الفرن بيكون والع على درجة حرارة 180، وباكون مجهّزة الصينية بتاعي مقاس 30 لو مدوّرة، و30 في 40 لو مستطيلة. تمام كده. هاكون مجهّزة معايا برضه ورقة زبدة علشان أحط فيها الخليط بتاع البسبوسة زي ما أنتم شايفين أهوّة، بيكون القوام بتاعها بالطريقة دي، لا تقيل ولا خفيف، يعني بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. جِبت الصينية بتاعتي مدوّرة هنا ومقاس 30، قصّيت ورقة زبدة. باجيب كده ورقة الزبدة على ضهر الصينية وباقص الدايرة بتاعتي بالشكل ده. باخد بقى ورقة الزبدة المفروض إن أنا أخرّمها بسكينة أو بمقص، بس أنا نسيت. فأنتِ لازم تعملي الخطوة دي علشان يبقى أرضية البسبوسة كلّها لون واحد. بعد كده دهنت ورقة الزبدة بمسحة من السمنة، وبانزل بالخليط بتاع البسبوسة بالطريقة دي كده في الصينية. تمام كده. كل حاجة واضحة قدامِك أهيّة وبشويش خالص. هنعمل أحلى بسبوسة بطريقة المحلات، وزي ما قُلت لِك إن دي recipe بتاع شيف كبير جدًا حلواني بالطريقة بتاعته دي، وإحنا جرّبناها أكتر من مرّة وما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدًا ونجحت معانا كمان من أول مرّة. فأنا حبيت إن أنا أشاركها معاكم بالطريقة دي. حابة بقى تحطّي مكسرات حطّي، مش حابة براحتك. بعد ما حطيت البسبوسة في الصينية، بدأت كده أحط مسحة خفيفة خالص من السمنة علشان تدّي لي اللون التحفة اللي أنتم شايفينها دي. أخدت حوالي يعني من 30 ل45 دقيقة، بس إحنا طبعًا لازم نبُص عليها كل شوية نشوفها أحمرِّت من الأطراف، يبقى كده هي أحمرِّت من تحت، وبعدين نولّع الشواية من فوق علشان تاخد اللون بتاعنا الموحّد اللي أنتم شايفينه ده. تمام كده. السيرب بيكون معايا دافي، والبسبوسة بتكون سخنة لسه طالعة من النار، وباسقيها بالسيرب بتاعي بالشكل ده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، لونها كلّه موحّد وشكلها جميل جدًا. ومن نجاح البسبوسة طبعًا إن هي لازم تشرب السيرب بتاعها بالطريقة دي. كده تمام معايا خلاص أهيّة. في ناس بقى حابة إن هي تعرف إحنا بنقلبها إزاي لو إحنا عايزين ناخدها هدية وإحنا رايحين، خصوصًا إن إحنا داخلين على رمضان،
وبنبقى عايزين ناخد أي حلويات معانا وإحنا رايحين زيارة مثلًا معزومين عند حد وعايزين ناخد معانا حاجة حلوة، فإحنا ممكن نعملها وناخدها بالشكل ده. باحط هنا اللي هو الأكياس الشفافة دي بنشتريها كده، أو ممكن تجيبي كيس تلاجة وتفتحيه، أو ممكن كمان تجيبي كيس حراري وتفتحيه وتحطيه على وشّها، وبعدين تجيبي طبقين التقديم كده أو اللي هُم دول، وبتحطي وبترجعي تقلبي تاني الطبق بالشكل ده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بجد حلوة جدًا، جدًا.